مرحبا حبايبي، يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم. أحلى صينية بطاطس باللحم. حبايب قلبي، التحضيرات: اللحم مغسول ومنظف وحاطه يتصفى هنا. هاي البهارات، هاي البصل المفرومة هنا، الطنجرة هنحمي الزيت فيه. أنا بدي أقلي اللحمة تقلي وبعدين أحط عليها مي خليها تستوي، مش سلق وبعدين هذا لا، بدي أقليها تقلاية. شايفين؟ حطيت شوية زيت، اللحمة مدهنة ودس بتطلع روعة بالصينية. يعني هذا كان بدهم قدرة هاللحمات هذولا، القدرة بدها اللحمة المدهنة. يلا خير ان شاء الله. بنحطهم، بنخليهم يتقلوا، بعدين بنضيف عليها الاضافات التانية. تابعوني، خليكم معايا. زي ما قلت لكم، اطيب صينية بطاطس على طريقتي. بنقلبهم. لحمة لازم نحطها بالضغط، لازم نحطها بالضغط عشان ما تاخدش معانا وقت كتير. لو بدك تحطيها والبطاطا كله في ني حتاخد منك وقت طويل. كده أسرع. الدجاج أنا أحيانا بحط الدجاج ني والبطاطا نية والبصل ني، كله في ني وبزيت زيتون وبغلفه. هذه طريقة تانية وطعم تاني ونكهة تانية. شايفين؟ بضل أقلبها لما إنها كلها ميتها تنشف. هذه الطريقة. اللحمة مش لحمة طازة طبعا. قلبتها، سمعت شوط تطشطش الزيت، بحط راس البصل هذا اللي فرمته عليه. هذا كله أنا، هذه الشغلات، هذه الإضافات كله بصفيها لما أنا أحطها على البطاطا وبالصينية. بصفيها. الريحة الله 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 الله، الريحة بتجيب التايه. هاي البهارات: لومي، مكعب مرق، كركم، كاري، فلفل أسود، كزبرة ناشفة، لومي، ورقة غار، عود قرفة، شوية هيل، كله بتحطيه مع بعضه. بتقلبيهم. بتكون محضرة المية السخنة، المية اللي بتغلي لازم تكون مية مغلية بريق الكهرباء على النار. بتحطي الكمية اللي بدك إياها اللي تستوي اللحمة، وعشان تحطيها المرقة هذه على البطاطا، على الصينية، على كمية البطاطا اللي بدك إياها بتقدري تقديرك. أنا هنا بحط لها ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع بتطلع منهنها. هذه البطاطا غسلتها وقطعتها التقطيع اللي بدك إياها. بدي أقليها. وهنا البصل. تابعوني. بدي أقلي البطاطا. زي ما قلت لكم، هذه نكهة غير اللي تحطيه كله ني في ني. اللحمة صعب انك تحطيها ني في ني، يعني بدك تحطيها ني في ني، بدها بالفرن ساعتين، ساعتين بدها بالفرن تستوي. انا هيك بتاخدش معي وقت كتير. بطبقها كلها على بعض، بطبخها على راس الغاز شوية وبعدين بحطها بحمرها بالفرن، تطلع روعة. هاي هنا في نفس الصينية هذه قطعت شوية بصل، بحط عليهم شوية زيت. يلا الزيت كتير وايد الواحد بتسخى. زيت زيتون طبعا، ما عندكش زيت زيتون زيت قلي. هنا عندنا درسين توم بس ندبلهم شوية، بنحط درسين التوم هذا حوالي 4 دروس. وهنا عند البطاطا بتتقلى. العصفور بتقلى والصياد، العصفور بتفلى والصياد بتقلى. بنرش عليهم شوية ملح عشان ندبلهم. أنا مخليهم كبار شوية. هاي هنا يا حبايبي اللحمة استوت. بدي أطلع اللحمة فوق البصل اللي دبلته والتوم. حطينا قرنين فلفل معاهم. بطلع قطع اللحمة هنا شوية شوية، كلهم بقلبهم مع البصلة والتومة والفلفل. وبعدين بحط البطاطا المقلية فوقها عشان تاخد نكهة البصل. اللحمة مستوية يعني، وهي البطاطا كمان عندك مستوي، والبصل يعني شبه مستوي بس راح تتسبك مع بعض. حطيت معلقتين صلصة، وحطيت 3 حبات بندورة صغار قشرتهم. شرط تقشريهم يا بنات، قشرتهم. يعني حطيت عليهم حبة فلفل أسود وشوية ملح وفركتهم. الحين راح أحطهم على وجه الصينية. هذه الشوربة صفيتها، بديش الشوائب هذه، ما بدي إياها. يعني عيار المية طلع مزبوط. الشوربة حطيت شوية ملح عشان يتظبط الملح. وهي البندورة يا حبايبي اللي قلت لكم دعكتها بنتفة ملح صغيرة وشوية فلفل أسود. الله 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 الله، لهجت بغلفها بالقصدير وبولع عليها الغاز فوق. وبعدين بس اولع عليها الغاز فوق، بخليها تطبخ لها حوالي ربع ساعة او ثلث ساعة، بعدين بحطها بالفرن بأحمرها. راح تشوفوا النتيجة اشي روعة.
لازم تسكريها كويس عشان ما يطلع منها نفس بخار، عشان تستوي وتتسبك كويس. زي ما قلنا بتطبخها حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة، بعدين بنحمرها وهي النتائج الأخيرة إشي فاخر من الآخر. شايفين؟ بسم الله تبارك الرحمن. بحمرها بس بولع الشواية من فوق وخلص، لأن هي طبختها أنا على راس الغاز، وهي كل شي عندك مستوي، بس عشان تتسبك وكلها تاخد الطعمات والنكهات كلها مع بعض. علينا وعليكم بالعافية قلبي. اللي أول مرة بدخل عندي على اليوتيوب يعمل لي اشتراك بكون شاكرة إله، ولايك وشير بكون شاكرة إلكم، واللي على التيك توك برضه يعمل لي متابعة ولايك وشير بكون شاكرة إلكم. حبايب قلبي، علينا وعليكم بالعافية.